سيلعب نادي باريس سان جيرمان مع فريق الرياض المكون من لاعبي النصر والهلال السعوديين الخميس المقبل في إطار المعسكر الشتوي التقليدي الذي يقيمه الفريق الباريسي في قطر، بحيث من المفترض أن يسافر الفريق إلى الدوحة الأربعاء ثم ينتقل إلى الرياض الخميس لخوض المباراة الودية. وسيحقق باريس سان جيرمان الفرنسي أكثر من 10 ملايين يورو من مباراته الودية الخميس المقبل مع فريق الرياض، إذ سيبث النادي المباراة في عدة منصات دولية في مقابل 1.99 يورو للمستخدم، بالإضافة عبر قناة بي أن سبورتس القطرية بحسب ما أعلنه النادي الباريسي. وتحظى المباراة باهتمام كبير، إذ قد تكون أول مواجهة بين لاعب سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو بعد انضمامه إلى النصر السعودي واختياره قائدا لفريق الرياض. وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إيرادات المباراة مهمة لسان جيرمان الذي بلغ العجز لديه الموسم الماضي 370 مليون يورو، وهو الرقم نفسه المتوقع للموسم الحالي. وأشارت إلى أن النادي يروج صورة ميسي ونيمار ومبابي في مبارياته الودية في الخارج، مثل ما فعل خلال فترة الإعداد لبداية الموسم في جولته في اليابان.